السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم مملكة العرب مع سومي. جاتني اختي ضيفة، درت لها طاولة. نتمنى تعطونا رايكم في التقديمة اللي قدمتها من اللي بدا رمضان هذا، من جبت لي سيرفيس تاع الديسير وجبت لي سيرفيس تاع الماكلة، باسكو جاتني ما نكذبش عليكم، انا براسي ما نحبش نجبد كلش. العام اللي فات جبت سنة قلت ما نجبدش، نقص العيا على عمري. اول حاجه درت الحميص كما راكم تشوفوا معنا هنا. الحميص يعني نديرو بطريقه احترافيه، يجي روعه. درت له شويه زيت زيتون وشويه ملح وخليته في بورت مونجي، ومن بعد كل خطره نجبد شويه. وهادو لي بورت مونجي صدقوني حبيباتي شحال ما يحكموش بلاصه في الفريجيدار. نروحو هنا المتوم، قالت لي ديري لي متوم ولا رشته، قلت رشته ثقيله، قلت ندير متوم شحال نحتاج. هنا درت السمن، وعندي هكا مورسون دو فيوند، ودرت شويه زيت يعني 2 مغرفات، وحطيت هذاك اللحم يتقلى. راح نحتاج الكمون، الفلفل الكحل، القرفه، الثوم، البصل، الحميصه والمعدنوس والملح بطبيعه الحال اللي ماشي لازم ننساوه. قليت هنايا اللحم ورحت لافيونداشي ديالي، حطيت له شويه سمان، حطيت له الثوم، كرفشت له الثوم كما راكم تشوفوا معنا هنا، كرازيتو بهذه الآلة اليدويه. وبديت ندير له في زيبيس، فلفل الكحل، كمون. الكمون هنا نكتر شويه، الملح وشويه قرفه بطبيعه الحال. وجبت هنا 2 مغرفات تاع لا شابيور، ودرت لها شويه ما على باه يجي هذوك ليبون ما يجونيش ناشفين. هنا راني نقلي في اللحم، وديتكم هنا تشوفوا القليه تاع اللحم، راني قليته هنا غير في السمن والزيت. وزدتلو هنا بعد ما تقلى زدتلو كميه تاع حبه بصل كبيره هكا، زمان ما كانوش يديروا لي البصل. وزدت 2 سنينات تاع الثوم، ما تكثروش الثوم باسكو انا نعرفوا ريحه الثوم في لافيوند، ويزيد هنا في لاصوص ما تقدروش يعود مونجابل. هنا حطيت القرفة، كمون، نفس التوابل، فلفل الكحل. مي الكمون حطيت كمية قليلة، حطيت في لافيوند يعني الكمية الأكثر حطيتها في لافيوند، في لافيونداشي. نزلت شوية قرفة، وهذاك لا شابلوغ قلت لكم سمختها بشوية ماء. وهنا حنطمو ونعجنو بالبايض تاع البيض، نقومو ونعجنو بالبيض تاع البيض. هنا رحت مرقت هذاك لافيون بعد ما تقلى، مرقته بما سخون، وحطيت الحميصه ديالي وخليتها طيب. هنا زدت المعجنوس في لافيون داشي، ونبدا نعجن وندير هذوك ليبول نديروهم يعني لازم نديروهم ملاح باه ما يتحلوش، لازم نكوروهم بيا. وكل ما نصيبو ناشف شويه خاصة نزيدلو شويه تاع البيض. بعد ما كملتهم مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا معنا هنا، نتمنى على فيديو هذا يكون عجبكم. ما تنسوناش بلي جيم ولي كومونتير، شجعونا. هذا الطبق تاع المتوم على بالكم بلي طبق رئيسي في العاصمه، كاع يديروه بخوميه رمضان، انا ما درتوش بخوميه رمضان، درتو كي جات اختي. هنا نحيت شويه لحم طريفات هكا صغار، قلت ندير لها شباح السفره، هي ما تحبش العينه وما تحبش المشماش وهكا. حطيت مغرفه تاع السمن، جبت حبيبه تاع تشينا قطعتها على 2 مورسو هكا تاع 4 على 4، ورشقت فيها هذوك القرنفلات يمدوا لي رائحه رائعه. بعد ما يطيب حطيت هنا عود تاع قرفه، وحطيت نجمه الارض. اي هنا مانيش عارفه اذا تبان لكم ولا لا. ها هي نجمه الارض، من هي ركزوا برك مع لا فيديو حبيباتي. حطيت 4 حجرات تاع سكر، حجره هكا، ودرت ماء بارد. انا ندير ماء في بارد ويجيني اللحم الطري، يجيني هايل ويجيني بنه. درتها هكذا وخليتها، غطيتها خليتها فوق النار. نروحو لا سالاد دي فروي ديالنا. حطيت لا فخاز كما راكم تشوفوا معايا هنا، نقيتها غسلتها قطرتها، وراني نقي فيها بتيدي هكا صغار. بعد ما نقيتها درت فوقها 2 ملاعق ونص تاع سكر ولا 3 كما تحبوا نتوما والجود تاعكم. زدت عصرت لا حبيبه ولا 2 حبيبات تاع تشينا، عصرتهم هكا باه حبيت نديرها بجو تاع الاورانج.
وهنا جبت عندي زوج حبيبات تفاح، نقيتهم هكذا صغار كيما راكم تشوفوا بتيدي، وحبة تشينا تاني واحدة اخرى. حبيت منديرش برك العصير تاعها. البنانه ما حبيتش نديرها دوكا باسكو على بالكم تكحل، قلت حتى نجي نقدمها باه نحطها، والبنان حلو ما يحتاجش يمتص السكر. هنا حطيت هذيك الحبيبه تاع التينا قطعتها بتيدي هكا وحطيتهم، زدت لها شويه تاع مزهر وحوالي ملعقه تاع مزهر وحطيتها في الفريجيدير. هنا حطيت هذوك لي بول بعد ما طاب لي اللحم، حطيت هذوك لي بول تاع لا فيونداشي. وبعد ما طاب لي هنا راني نحط له، حمصت شويه لوز اللي كنت حنديره في شبح الصفراء، نحيته. شحال نفرح كي تكون حاجه هكذا نديرها منا ومنا، يعني نخدم بها شحال من خدمه، يعني توفر عليك. كيما البصل نعرفو نديروه في الشربه، نديروه في دوزيام بلا، من مرتي نرحي كميه كبيره ونقسمهم. درت هنا اللوز هذاك محمص في شويه زبده، وهنا شوفوا شبح الصفراء ديالي وجد. والله اليوم اللي درت هادو ليكور تاع شبح الصفراء ما كانوش زعما مدايرتهم ومخبيين، يعني شاركتكم عده مرات لاباط تاعهم تاع عجينه شبح الصفراء. درتهم هكذا. وهنا هاو الحميص، هاو سيرفيس. شوفوا كيف قدمته. الى عجبكم خلوا لي جيم، خلوا لي قلب، خلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. وإلا كاين نقائص ولا معليش، ما كاش عمل ما يخلص من ما يحبش من نقائص، يعني كلنا الكمال لله، ومعليش نتقبل انتقاداتكم. احبابي وحبيباتي، دمتم في رعاية الله وحفظه.